بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم الدكتور محمد الحناوي، استشاري النساء والتوليد. هتكلم النهاردة على منظار الرحم. منظار الرحم هو الجهاز الطبي المستخدم لفحص السطح الداخلي للمهبل وعنق الرحم والرحم وأحيانا قناة فالوب، ويدخل عن طريق المهبل وعنق الرحم إلى الرحم. حساسهم في تشخيص أمراض المهبل وعنق الرحم، وأساسا الرحم وأحيانا قناة فالوب، ويمكن إجراء بعض العمليات الجراحية الصغرى به. مما يتكون المنظار من أنبوب طويل يحتوي على كاميرا ومصدر إضاءة عالي السطوع، ويخرج من توجد قناة لإدخال الأدوات الجراحية في حالة المنظار الجراحي، وأيضا مجرى مدخل لدخول السوائل ومخرج آخر لخروجها. الكاميرا متصلة بشاشة متصلة بهذه الشاشة، ممكن تتصل بفيديو لتسجيل تشخيص المنظار، وكمان بنشوفه بطريقة جيدة وبيكبر عشان الطبيب والمساعدين يشوفوه. المنظار ده ساعات يعني أنواعه في صلب يعني ناشف، وفي مرن طري، وحديثا بيوجد منظار بنسميه منظار الرحم المكتبي. ده صغير خالص، بيبقى شاشة وحاجة صغيرة خالص، هنوري الصور بعد كده. يتعمل في العيادة. قلنا بيبقى فيه منظار تشخيصي موجود، وفي منظار جراحي بيبقى زايد عليه القناة اللي بتدخل منها الأدوات الجراحية. المنظار الصلب بيسبب ألم بسيط للسيدة، ولكنه بيتيح رؤية أفضل وتشخيص أدق للطبيب. طبعا أول ما تعرف المنظار ده سنة 1869 دكتور اسمه بنطلوني عمله، وبعدين في سنة 25 استخدموا غاز ثاني أكسيد الكربون ليعمل تمدد داخل الرحم عشان الرؤية تبقى كويسة، وبرضه في نفس السنة استخدموا سائل مكان الغاز. سنة 1970 استخدم على نطاق واسع. استخداماته هو طبعا من العمليات طفيفة التوغل. بنستخدمه في ايه؟ اول حاجة احنا قلنا بنستعمله تشخيصي وعلاجي. التشخيصي بنستخدمه في ايه؟ في حالات النزيف الرحمي غير الطبيعي قبل او حول او بعد سن الياس. عايزين نقيم الحالة، هل فيها لحمية، فيها ورم ليفي داخلي، التصاقات، تكلس، أنسجة زائدة، لا قدر الله سرطان، تضخم في بطانة الرحم. تاني حاجة برضو بنستخدمه فيها حالات العقم. طبعا هو ليس من الفحوص الروتينية زي تحليل المني أو الأشعة بالصبغة على الرحم والأنابيب، لكنه بنعمله. ممكن نلاقي حاجز رحمي، الرحم جوه على هيئة تي، في لحمية برضو، ورم ليفي، التصاقات، مشكلة في أنبوبة فالوب. كمان بنستخدمه في حالات الإجهاض المتكرر، برضو ممكن نشوف نفس الأسباب. تالت حاجة برضو بنشخص بيه التصاقات داخل الرحم، بنشوف درجتها ونوعها وهنعمل لها علاج ايه. برضو بنقيم تشوهات الرحم الخلقية وعنق الرحم زي الحاجز الرحمي والرحم ذو القرنين، بنقيمها يعني. كمان بنعمله في حالات تضخم بطانة الرحم، لو لقينا بطانة الرحم متضخمة بنعمله برضو نشوف فيه ايه. كمان في حالة الشك في سرطان الرحم، او ان احنا بنعمل له بنشوف مرحلة السرطان دي ايه. طبعا بنعمله كمان في حالة ان احنا لو عملنا موجات فوق صوتية للرحم، او عملنا اشعة بالصبغة وكانت النتيجة غير مؤكدة في التشخيص. طب هنعمل منظار الرحم العلاجي بنعمله ايه؟ احنا قلنا بيبقى فيه قناه بندخل منها ادوات. والله هنشيل لحميه، استئصال لحميه، بنشيل ورم ليفي داخل الجدار، بنعمل استئصال بطانه الرحم في حالات تضخم
بطانة الرحم، بنعمل استئصال حاجز رحمي او تعديل الرحم لو كان الرحم على شكل تي. لو في التصاقات بنقص الالتصاقات دي بمقصات دقيقة وادوات اخرى. بنستأصل جسم غريب موجود مثل بواقي اجهاض او بواقي ولادة او بواقي لولب مكسور جوه بقيته. وممكن نستخرج لولب عنيد مش عايز يخرج بالطرق العادية والفتلة اتقطعت او حاجة، بنخش نجيبه من داخل الرحم. ممكن كمان بناخد عينة من بطانة الرحم في حالة تضخم الرحم او الشك في سرطان. بنركب جهاز لمنع الحمل داخل انبوبة فلوب على الناحيتين، ودي طريقة بنشيله ممكن بعد كده، غير الطريقة اللي قبل 2018 اللي كانوا بيحطوا مواد او بيعملوا كي لطرف الانبوبة فلوب وبيبقى ده تعقيم. كمان ممكن لو دخل جوه الانبوبه بنعمل منظار الانبوبه وبنشوف اي مشكله جواه، ممكن نعمل اتساع او لو في حاجه نسلكها. طيب هنعمل الاجراء ازاي؟ طبعا اول حاجه لو هنشيل ورم ليفي بنديها علاجات قبلها بكذا شهر عشان تقلل الحجم، عشان لما نيجي نشيل يبقى سهل الشيل. بنعملها امتى؟ في الاسبوع اللي بعد الدورة الشهرية، يبقى مفيش حمل والبطانة رقيقة وكويسة ومفيش دم عشان يتعبنا في المنظار. طبعا بنحضر المريض عادي ما تاكلش خلال 6 ساعات. نديها ممكن مهدئ خفيف، نديها مسكن، ممكن نديها قرصين ميزوبروستول بالبق او بالمهبل على اساس يوسع عنق الرحم ما نحتاجش توسيع. العيانة طبعا بتيجي هنديها بنج موضعي، بنج نصفي، بنج كلي على حسب الحالة بتاعتها. العيانة طبعا بتيجي تنام ظهرها تستلقي على ظهرها وبتبعد الساقين. بنعقم المكان وبعدين بنحط منظار مهبل، وطبعا يا نوسع ما نوسعش عنق الرحم لو كان واسع. بندخل منظار من خلال الفرج المهبل عنق الرحم والرحم. طبعا بعد ما بندخله بنقوم عاملين مدخلين يا غاز او سائل لتمدد الرحم. الغاز بيبقى غاز ثاني اكسيد الكربون عشان يمدد الرحم، ولو في التصاقات بسيطه يفكها ونقدر نشوف كويس. السائل برضو بيغسل الرحم من الداخل لو في مخاط او في دم او في حاجه، وبرضو بيخلي الرؤيه كويسه. بعد ما عملنا الاجراء المنظار التشخيصي ممكن نعمل اجراء المنظار، نعمل منظار جراحي، نعمل بقى ناخد عينه، نستأصل حاجه، نشيل حاجه حسب الوضع. بعد المنظار لما عينه تفوق بتقعد شويه ومفيش مشاكل بنروحها. طبعا ده ممكن يتعمل، احنا بنتكلم عليه ده في العمليات. في ناس بيعملوا الموضوع ده في العياده بمنظار، قلنا منظار مكتبي ومن غير بنج وما بياخدش حاجة، بس بيبقى تشخيصي نادر أول ما بيعمل جراحي. طب مميزاته ايه؟ مميزاته ان ما بياخدش وقت. تالت حاجة بتقعد الست في المستشفى وقت قصير. طبعا بتتجنب اي جراحة فتح بطن كبيرة. بفترة العلاج والشفاء قصيرة، ما بتحتاجش تاخد علاج كتير او مسكنات كتير لان المنظار عملية جراحية آمنة غالبا. طب مشاكل المنظار ايه؟ في حاجتين، اعراض جانبيه ومضاعفات. الاعراض الجانبيه اعراض عاديه هتحصل عاديه وبتبقى بسيطه، تقول لك في تشنجات في البطن، في شويه نزيف مهبلي بسيط ليوم او يومين، ممكن وجع في الكتف نتيجه ان البطن اتنفخت مثلا بغاز ثاني اكسيد الكربون دخل في البطن فبيهيج الحجاب الحاجز فيبقى وجع في الكتف. في بتبقى زايده شويه اعراض جانبيه، الحراره بترتفع شويه، البطن بتبقى فيها وجع، الدم بيبقى زايد شويه، افرازات غير طبيعيه. المضاعفات بقى اللي احنا نتكلم عليها دي نادره الحدوث، دي مشاكل من مشاكل التخدير، ممكن عدوى حصلت، نزيف حاد، ممكن اصابه للرحم او عنق الرحم او المثانه ودي حالات نادره، او اصابه بيعمل ندبات داخل الرحم نفسه، او وزمه رئويه. هل في موانع لاجراء المنظار؟ طبعا ما اقدرش اعمل المنظار الرحم لواحد حامل،
ما اقدرش اعمل المنظار لواحده عندها التهاب نشط في الجهاز التناسلي يحصل انتشار للعدوى. ما ينفعش في اورام سرطانيه في برضو الجهاز التناسلي وانا اعمل منظار اعمل له انتشار. وشكرا.